الفسيخ ممرّر، الفسيخ مدوّد، الفسيخ ريحته وحشة، الفسيخ منفوخ. تعالوا بقى أقول لكم على سر الصنعة يا حبايبي في الفيديو ده، وهتشوفوا الطريقة هتعجبكم جدًا ولا أجدع فسخاني في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايمًا يا رب. النهارده يا حبايب قلبي هاعمل فسيخ معاكم رقم 1 في مصر ولا أجدع فسخاني بطريقة أم محمد. يا رب كده الطريقة تعجبكم وتنول إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي يالّا بقى لايكاتكم الجميلة وادعموني كده وفرحوني وشجعوني بكومنتاتكم الحلوة. وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي بينا على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا معانا يا حبايبي 4 سمكات بوري حلوين زيكم كده، غاسلينهم ومنضفينهم كده كويس ومنشفينهم زي ما انتوا شايفين. امسكي السمكية كده ونشفيها وما تخليش فيها أي مية. ومعانا شوية ملح خشن يا حبايبي، ملح خشن مش ناعم. الناعم بيحدق منك الفسيخة، الخشن اللي السمكية بتاخد كفايتها وبتحدق بتبقى ملحها خفيف يا حبايب قلبي، وباقي الملح يعني بيفضل في العلبة زي ما هو. معانا شوية كركم هنقلبهم كده ونعبي بقى نغشوش السمكة الجميلة بتاعتنا. والسبب يا حبايبي اللي بيخلي الفسيخ يمرر معاكي هو ده عيب في السمكة. بتبقى السمكة جاية من مزرعة مش نظيفة، السمكة بتاعتها بتبقى طعمها مش حلو أصلا. والسمك بقى السبب ان هو مثلا بيدود معاكي او ريحته بتبقى وحشة. لازم يا حبيبة قلبي تكتمي على السمك كويس زي ما انت هتشوفي في الفيديو ده انا بعمل فيه ايه. بتيجي تفتحي عليه بيطلع معاكي احسن فسيخ من غير ريحه. بيطلع معاكي جميل جدا ولا اجدع فسخان يا حبايب قلبي، هيعجبكم جدا. اسبوع او 8 ايام بتاكلوا منه ما شاء الله. هنا عبينا الخياشيم بتاعته ملح، ورشينا ملح خفيف على السمكيه، ما كترناش يا حبايبي عشان الملح ده خشن يعني وكتير، يعني الحبايه بتاعته كبيره. وهنلفه كده في اكياس نضيفه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. في كام كيس بقى لم اكياسك واكياس الجيران وجيران الجيران ولف السمك بتاعك الجميل فيه علشان ما ياخدش هوا يا حبايبي. وهو ده سر الصنعة، ان انت بتكتمي على الفسيخ عشان الفسيخ ما يدوتش معاكي ولا ريحته تبقى وحشة ولا يبوظ معاكي ما شاء الله. شوفوا قفلنا ازاي كده، كمان ما اكتفيناش يا حبايبي، هنجيب بقى استريتش ونلفه كويس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هتلفيه كده كويس يا حبيبة قلبي وتلفيه جامد وتلفيه ما تخليش فيه اي هوا، وتخرجي منه الهوا كده وانتي بتلفي ما شاء الله. بالاسترتش بقى ده بيكتم الهوا خالص، وده سبب ان الفسيخ بيطلع معاكي جميل. الفسيخ لو الفسيخ نفس معاكي بيدود، دي رقم واحد ان هو الفسيخ بيدود، لا انت اكتميه ما تخليش فيه اي هوا يدخله ويلف كده زي ما انت يعني شايفة يا حبيبة قلبي. لف الفسيخ كده حلو ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هنلفها كده كويس كده. احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش، لفي كده يا حبيبتي، خلصي البقرة الجميلة اللي معاكي دي هنلفيها على الفسيخ لحد الفسيخ ما تكتمي عنه اي هوا يدخله. بسم الله ما شاء الله. بيطلع معاكم بقى احسن فسيخ والله يا حبايبي يعني كفايه انه نضيف ضمن نظافته احسن من بره بكتير. ما شاء الله. بتمسكي السمكه بتغسليها كويس من غشاشها وتنشفيها ما تخليش فيها اي ميه، وتسيبيها يوم كامل تتصفى. وبعد بقى ما تتصفى بتبداي تخلليها ما شاء الله. وهنا خلصنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. شوفوا عامله ازاي، كتمناها ما خليناش فيها اي هوا يدخل فيها. بسم الله ما شاء الله. وهنجيب علبه كده نعرف نقفلها ما شاء الله، ونحط الفسيخ بتاعنا الجميل فيه. يلا يا حبيبتي حطيه كده نيميه ومدديه في قلب العلبة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. وهنغطي العلبة وبرضه مش خلصنا، هنقفل العلبة بقى نحطها في قلب اكياس ونقفلها كده كويس ونحطها في مكان بقى حلو كده في المطبخ، في اي يعني المهم تحطيه في مكان بعيد عن ايدك. وبكده خلصت الفيديو يا حبايبي، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.